السلام عليكم البنات، كيفاش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه جيده يا رب. اليوم حبيت نحضر معاكم ولا نشارك معاكم هذا الصبلي ولا حلوه العيد اللي تجي بزاف هشيشه وبنينه وخفيفه، بالاضافه الى انها تخرج لك كميه اكثر من 100 حبه غير ب 500 غرام مارغرين توجديها في وقفه. بالاضافه الى انها لاني وجدت 5 اصناف وكل صنف بالذوق ديالو. المهم لأكثر تفاصيل لهذا الحلوى تفضلوا معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. هنايا راني حكمت هاد البسينة اللي موالفة نخدم بها. عندي 500 غرام مارغرين. ديما هاد النوعية تاع المارغرين بزاف هايلة، عجبتني. تجي خفيفة والذوق ديالها بزاف بنين والحلوة ديالك تجيك تتفتت. بون هاد المارغرين تكون بدرجة حرارة المطبخ. بنفس الكيلة كيلت سكر جلاس ناقص أسبوعين، كيلة ناقص أسبوعين. ملعقة كبيرة تاع الفانيليا و5 حبات تاع البيض، 3 كاملين وزوج صفر. هنا ضفت كاس تاع الزيت، خلطت كامل بالباتور. وهنا رايحة نضيف نفس الشي كيلة ناقص أسبوعين تاع المايزينا وزوج تاع الخميرة. نخلط كامل المليح. دوكاتك رايحة نقسم هذا الخليط، نتي اقسميه على حسب الانواع اللي حبيتي تخدميهم. انا قسمتهم على 4 انواع، بصح رايحة نخدم 5 اصناف. اول عجينة رايحة ناخذ جزء منه. هنا عندي 2 ملاعق تاع الكاكاو، يعني نكهها بالكاكاو، ورايحة نلمها بالفارينة حتى تطملي. والعجينة لازم تكون ما طرية في المتوسط. هنا راني قلت لكم قسمتها على زوج، وحده نخدمها بلي تارتولات. دوك نوري لكم طريقه كيفاش يعني نسهل عليكم. نحكم بوله ونضغط عليها باليد حتى نبسطها في اليد، ومن بعد نحطها داخل المول. هنا حطيت الصنف ديال الاول نطيبو. دوكا تك رايحه نطبع دوائر. لازم تكون العجينة رقيقة مليح مليح بهذه الطريقة. شوفوا هذا القريسات الأولى حطيتهم يطيبوا. دوكاتيك هذو خدمتهم رقاق مليح فوق البابي كويسون. راني نقطع دوائر باش يعني نحطهم في الوسط. المهم بعد تشوفوا المونتاج. والعجينة الثانية راني حطيت عليها 3 ملاعق كبار تاع الكاوكاو وملعقة تاع السمسم مطحون مليح، جلجلان مطحون بودرة، ضفت عليها ملعقة. نفس الشي رايحة نطم هذه العجينة بالفارينة، لازم تجيني متماسكة، ما هي طرية ما هي يابسة، بهذا القوام. وهذه رايحة نخدمها هليلات حوالي لاحظوا البولة هذه 30 ولا 35 غرام. بهذه الطريقة رايحة نشكلهم، ولا حبيتي تحطي البوشون هكايا باش يساعدك تجيك مدورة. المهم انا راني كملتهم كامل. في الاخير حاولي تعدليهم هكا في الاطراف، ما ديرهمش رقاق. والصنف الثالث هنايا راني ضفت عطر الكراميل مع ملعقه تاع السمسم. والكراميل يعطيلو ذوق واحد اخر وبنين بزاف بزاف. هنا راح نفس الشيء نطم بالفارينه كما قلت لكم. يعني الاذواق انت تتحكمي فيهم. هاي لك يعني الشكل قوام العجينه. رايحة نطبعها بالطبع نفس الشي خدمتهم كامل. يعني لاباط رقيقة نطبع بطابع تاع الوردة كما راكم تشوفوا. دوكا تيك رايحة نحطها نطيبها. اما الصنف العجينة الرابعة هنايا ضفت لاروم تاع عطر الليمون مع قشور الليمون، ونفس الشي رايحة نطبع بالطابع تاع الورقة. ونروحوا للكريمة اللي رايحة نعمر بها هذيك الحلوى ديالي. عندي 125 غرام مارغرين، عندي 4 ملاعق تاع سكر ناعم، ملعقة كبيرة تاع الفانيليا، ونضيف عليها 2 ملاعق تاع زيت المائدة و2 ملاعق كبار تاع كريمة الشونتي. رايحة نخلط ونطلعها، ولا شتي مازال ما طلعتلكش مليح ضيفي لها لا كريم شونتي وبودرة الشونتي عفوا حتى تطلع لك. ورايحة نحطها في الفريشيدير باش تبرد. هنايا كريمة الكراميل خدمتها في الدار جات بزاف هايلة. لاحظوا القوام ديالها. عندي كيلة تاع السكر ذوبتها خليتها حتى تولي باللون الكراميل. بعدها ضفت عليها نص كاس تاع الماء. انا كيلت بالكاس عادي نص كاس تاع الماء. وهنا ضفت لها هذه الشوكولاته البيضاء 100 غرام.
ذوبتها هكاك حتى ذابت الكامل، وبعد كي تنحيها تخليها تبرد رايحة تحكم روحها. هنا الحلوى ديالي راني طيبتها كامل خليتها تبرد، راكم تشوفوا الأنواع ديالها. وهنا رايحة نلصق هذوك الحبات، نحكم دائرة تاع الحلوى تاع الشوكولاتة، صبلي الشوكولاتة، ورايحة نطليها بهذا الكراميل، ونحط هنايا دائرة اللي راهي مقطعة مثقوبة من الوسط، نلصقها، بعدها نخليها نعمرها عفوا بهذا الكراميل. انا رايحه نوري لكم برك في البدايه كيفاش نعمرها، معليش ولا يعني هكا في الاطراف توسخت لكم عادي، انا رايحه نسحبها هكا بالموس باش نحط الطبقه الثالثه. انا تعمدت يعني نخدم هاد العجينه رقيقه بزاف باسكو على بالي رايحه نحط فيها 3 طبقات. ولا ما عندكش الكراميل تقدري تحشيها بالمعجون عادي، مربى المشمش تنجيك بزاف بنينه. المهم بهذه الطريقة رايحة نعمرهم كامل ونخليهم حتى يبردوا. راني قلت لكم هنا نحط الطبقة الأولى ونحط هذاك السيرسو اللي يجي في الوسط نعمره ونخليها حتى يتشرب، في الأخير نغلقها بهذه الطريقة. هنا ذوبت الشوكولاتة على حمام مائي، وضفت لها 2 ملاعق تاع زيت المائدة على حسب الشوكولاتة اللي رايحة تذوب بها، ورايحة نطليها كامل ونحطها فوق الساشي هكا باش نسهل العملية ديالي. بعدها خليت الشوكولاتة حتى تجمدت، دوكا هاذيك رايحة نزينها بالناكري. هنا عندي اللماع الذهبي، ضفت له شوية تاع الماء، ولا حبيتي ديري له شوية تاع زيت المائدة، بصح شفت بلي زيت المائدة رايحة تطول لي. هنا رايحة نرش، بعدها نحرك هذيك الحبة ويجوني خطوط، ولا حبيتي تحكمي البانسو ورشي هكايا باش تجيك برك نقاط من الفوق رقاق. فوالا المهم هذا هو التزيين ديالي، وانتي ولا حبيتي ديري عليها حبة تاع الجوز ولا حبة تاع اللوز، المهم انتي حرة في التزيين ديالك. ولا كيما قلت لكم تقدروا ترشوا بهذه الطريقه، انا حبيت هكا باش الوجه ديالها يجيني هكا شويه مليح معمر. هاي ليك الحبه ديالي ولا الحلوه ديالي كيفاش جاني الصنف الاول، جاتني تفتت الله الله. نفس الشيء هذوك الحبات ولا الهليلات، هذوك الميني هليلات خدمتهم صغار بزاف، الحجم ديالهم صغير. رايحه نزيد نطليهم بالشوكولاته. وهذا الشوكولاته دائما قلت لكم ذوبت دادا لحم مائي وضفت لها 2 ملاعق تاع زيت المائدة. هذيك زيت المائدة تمشيها لي وتزيد تبرق. رايحة نطليهم كامل ونحطهم هكا فوق الساشي باش نسهل العملية، وفي نفس الوقت في الأخير رايحة نطم هذيك الشوكولاتة، ما رايحاش نرميها، وانا بالك نخدمها بنيوان ولا واحد ولا حلوة واحدة أخرى. وهنا غير تحكم شوكولاتة روحها ولا غير تبرد لي، رايحة ندير عليها هكا خطوط بالشوكولاتة البيضاء باش يبان لي هاد الهليلات أكثر يعني باش تشوفيها غير تجبدك. أما هادوك هاد الوريدات رايحة نحشيهم بهذا الكريمة اللي قلت لكم، كريمة الزبدة مع الشونتيي. رايحة ندور كامل هكا على هاد الوريدات بهذا الطريقة، ومن بعد رايحة نحشيهم في الوسط بهذيك الكراميل. قلت لكم بعد ما نحشيها بالكراميل رايحة نضيف عليها حبة واحدة أخرى من الفوق، ونحاول نعدل هذوك الأطراف، غير نضغط غير بشوية. فوالا بهذا الطريقة. أما هذوك هذه الوريدات يعني رايحة نخدم لهم شوكولاتة البيضة، ونضيف عليها ملعقة صغيرة تاع الشوكولاتة السوداء باش نكسر برك هذاك اللون يخرج لي شغل الكراميل. ولا حبيتي تضيفي عليها أنا ذوق الكراميل ولا عطر الكراميل غير شوية برك باش ما تفسدلكش هذيك الشوكولاتة. وهذا الشوكولاتة أنا ضفت عليها شوية تاع زيت المائدة، نفس الشيء باش تمشي لي، وفي نفس الوقت يعطي لي هذاك البارق. نطلي الحبات دياولي ورايحة نحركهم كامل بهذه الطريقة باش تجيني الوجه ديالها أملس. ونروحوا لطابع هذا الورقة نفس الشيء رايحة نحشيهم من الحواف هكا بالكريمة، وفي الوسط نحط عليها كريمة الليمون. بعدها نغلق عليها ورايحة نقلاصيها بالشوكولاتة البيضاء، ودرت لها ذوق عطر الليمون عفوا، وفي الأطراف راني زينتها بالكاوكاو مع الملون الأصفر عفوا.
ضفت لها شويه ملون اصفر باش يعطي لي هذا اللون ديالها، يجي كيما الليمون. اما هذوك لي تارتولات الصغار رايحه نحشيهم بالكراميل. وهذا الكراميل انا هنا راني ضفت لها كميه تاع الشوكولاته البيضاء، زاد يعني اللون ديالها ولا افتح وجات ثقيله اكثر من الاولى. رايحة نحشيهم كامل، وبعد رايحة ندير عليهم كل حبة يعني هكايا ندير عليها ملعقة تاع الشوكولاتة من الفوق باش نقلاصيها. وفي الاخير هاي ليك الحلوه ديالي كيفاش جات بزاف هايله وبنينه، ونقول لكم صدقوني بنينه بزاف بزاف، خاصه تاع الشوكولاته مع الكراميل. وهذه الكريمه جات بزاف هايله. طريقة الاحتفاظ بها انك تخليها في الفريشيدير، خاصة اللي عندها الكريمة هكاك باش ما تفسدلكش. راكم تشوفوا اكثر من 100 حبة. المهم كمية الله يبارك. واش نقولكم حبيبات قلبي. دوكا رايحة تشوفوا برك في الأخير كيفاش نفتح لكم حبة وتجي بزاف هشيشة وبنينة بزاف بزاف صراحة. المهم حبيبات قلبي نقول لكم راني لحقت إلى نهاية الفيديو، ما علي غير نقول لكم إلى اللقاء، ونتلاقاو في فيديوهات لاحقة إن شاء الله، ونقول لكم مسبقا صح عيدكم. باي باي، مع السلامة.